الفل. بقيت اشوف كتير حالات بيرن اوت وحالات شباب بيشتغلوا اخر العشرينات واخر الثلاثينات كمان، وبيشتكوا من ان هم بقوا مجهدين جدا ومش عارفين يستمتعوا بحياتهم، حاسين بالام في جسمهم كمان، وبحيث بيلاقوا ان عندهم مزاجهم ما بقاش فيه شغف، وبقى الوضع روتيني اكتر من اللازم. في منهم بقى عنده توتر ليل نهار ومشدود ليل نهار، نومه ما بقاش مريح وبقى فيه ارق في النوم، وبقى فيه اجهاد في العام، ومزاجه عموما متلخبط ومش مظبوط. احب اقول لكم ان الموضوع ده ابتدى ينتشر اكتر الفتره دي نتيجه الورك فروم هوم، وما كنا زمان بنشوفه في الدكاتره قوي اللي شغلهم بياخد ساعات عمل طويله، ولكن النهارده بقوا في مهندسين الكمبيوتر اللي بيقعدوا اوقات طويله على الاجهزه شغالين من غير وقت محدد. ايوه، من غير وقت محدد. معظمهم بيبقوا شغالين في شركات انترناشونال، تاسكات معينه هتتسلم خلال شهر او شهرين، فهو بيقعد يفتح كل يوم الكمبيوتر يشتغل لغايه ما يتسحل ويقفل وهكذا. فاحنا محتاجين عشان نحل البيرن اوت ده اولا نحدد ساعات عمل منتظمه. فانت معاك التاسك قسمها على الايام بساعات عمل محدده ومنتظمه، وما تزودش ساعات عمل عشان ما تدخلش في البيرن اوت وما تجهدش نفسك. اهتم جدا بالرياضه، لان ده واحد بيبقى يومه مكمل اخره ينام شويه بالليل ويقوم تاني يوم يعيد الكره، اصحابه مش حواليه غالبا سافروا، او ان هو لوحده في المنطقه وعايش في بلد مختلفه لوحده. محتاج كل يوم تمارس رياضه، اتمشى على الاقل نص ساعه يوميا في هواء مفتوح. مهم جدا دوره النوم والاستيقاظ تبقى منتظمه، تنام بالليل في ميعاد معين وتصحى الصبح في ميعاد معين، مش كل يوم بوقت غير التاني، مش مره تنام الساعه 10 مره تنام الساعه 12 مره الساعه 1 مره الساعه 3، ما ينفعش. ومش كل يوم تصحى في ميعاد غير اليوم اللي قبله. ظبط دوره النوم والاستيقاظ، وخلي النوم دايما بالليل في الضلمه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبالتالي كل ما هنحافظ على النوم في الاوقات الصح اللي المفروض يكون فيها النوم، اللي هي الساعات الليليه، كل ما هيبقى مزاجنا افضل وادائنا وتركيزنا احسن. مهم كمان انك انت تعمل وقت للسوشياليزيشن والاجتماعيات. اصحابك مش موجودين حواليك، اجتمع مع مراتك واولادك واخرجوا اتفسحوا، روح فيلم في السينما، اعمل نشاط جديد، روح اكتيفيتي من الاكتيفيتيز، اسكيب رومز والحاجات اللي موجوده دي، واعمل نشاط جديد، وفك عن نفسك، جرب مطاعم جديده، جرب اماكن جديده، غير في روتين يومك شويه، وخلي دايما في وقت انك تفصل فيه دماغك، والوقت ده بتاعك انت وبس، ما تبقاش في سايكل ما بتتكسرش. مهم كمان تبقى محافظ على ان الموبايل بعيد عنك في وقت الشغل، عشان ما يسحلكش في الوقت، وما يسحلكش في انك يجي لك تاسك جديده وانت في التاسك القديمه، فتبقى مش عارف تكمل دي ولا تخلص دي. ولكن في اوقات البريكس المحدده اللي انت هتعملها في وقت يومك، هو ده اللي ممكن تبص فيها على الموبايل تشوف ايه الجديد. مهم كمان ان احنا يبقى في تو دو ليست ومرتب ان يومك ازاي هيمشي، علشان خاطر ما تلاقيش ان الوقت بيجري ويتحرق منك وانت مش عارف تعمل ايه، الشغل سحلك او الموبايل سحلك في الريلز والحاجات والتقليب عليه ومش عارف، والدنيا اتلخبطت منك. مهم يا جماعه نحافظ على جزء في يومنا لينا، وجزء للشغل، وجزء للراحه بتاعتنا، وجزء للسوشياليزيشن والاجتماعيات بتاعتنا، وجزء للرياضه. كل ما هنعمل ده كل ما هنقدر ان احنا نحافظ على سلامتنا النفسيه ونحمي نفسنا من البيرن اوت. دمتم بصحه وسعاده.